الحكومة الجزائرية على مر السنين ترفض تماما أن توقع على أي وثيقة بها ذكر أو دولة إسرائيل، إنها في الأساس لا تعترف بدولة إسرائيل. الجزائر عندما اطلعت بسلوك منفتح وأجرت مشاورات واسعة النطاق ومطولا حول مشروع القرار، صوتوا لصالح مشروع القرار الجزائري، ما كان يكفي لكي يمر هذا المشروع كقرار لولا الفيتو الأمريكي. عرقلت الولايات المتحدة لمساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقد طالب مندوب الجزائر في مجلس الأمن الدولي الأعضاء إلى اتخاذ موقف مناصر للحقيقة. الآن هو وقت الفعل والحقيقة. أعضاء مجلس الأمن، إن الصمت ليس خيارا، ويجب على المجلس أن يتخذ موقفا مناصرا